دكتور، انا لما بتجرح بنزف فتره طويله. ساعات بينزل دم من مناخيري، ساعات بينزل دم من اللثه بتنزل دم. ساعات ببقى تعبان جدا. السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الاول انا بشكركم على التفاعل بتاعكم على الفيديوهات، ومبسوط جدا انها بتعجبكم. يا ريت لو بتعجبكم تعملوا لايك وشير. النهارده هتكلم عن سؤال جالي عن نقص الصفائح الدمويه، اسمها ثرومبوسايتوبينيا. طيب، ودي بتكون نقص الصفائح الدمويه، والحاله دي بتحصل لما بيكون في نقص في الصفائح الدمويه في الدم بتاعك، وبتعمل اعراض زي زرقان تحت الجلد، والجرح ممكن يقعد فتره طويله بينزف. طيب، الصفائح نوع من انواع كرات الدم الحمراء، بتساعد الجسم ان هو لما يكون في جرح او كده يحصل تجلط للدم في الحته دي، او عشان يوقف يقلل او يبطئ النزيف. لما بيكون في نقص في الصفائح دي، فالجسم ما بيقدرش يوقف الدم اللي بينزل نتيجه الجروح او الكلام ده كله، وممكن الموضوع ده يهدد الحياه لو في حالات كسر مضاعف او نزيف في المخ. طيب، ايه الاعراض بتاعت نقص الصفائح الدمويه؟ طيب، الاعراض مش كلها بتظهر مره واحده، وفي نفس الوقت كمان مش كل الحالات بيبقى فيه اعراض. يعني الحالات اللي هي البسيطه ما بيبقاش فيه اعراض، ممكن يبقى الدكتور طلب صورة دم كاملة لأي حاجة تانية فيتفاجئ بالموضوع ده. إنما الحالات اللي جامدة شوية بيبقى فيها إرهاق وتعب، بيبقى فيها كمان الجروح والخدوش أو الإصابات اللي بتحصل بتنزف لفترة طويلة، والنزيف بيبقى غير متوقع. بيبقى فيه كمان نزيف من الأنف، بيبقى فيه نزيف من اللثة، بيبقى كمان فيه دم في البول، دم في البراز، أو دم من أي إفراز مع أي إفراز بيخرج من الجسم. الدورة الشهرية طبعا بتبقى عند السيدات تقيلة. في بطش زرقاء بتظهر تحت الجلد، وساعات بطش حمراء، ساعات بطش كده لونها بني مصفر. طيب، ايه الاسباب بتاعت نقص الصفائح الدمويه؟ طبعا اسباب كتير ومختلفه. ممكن يكون نتيجه طبعا عرض لمرض تاني، ممكن يكون اثار جانبيه من علاج معين، وممكن يكون وراثه. في 3 اسباب اساسيه. اول سبب ان الطحال يكون بيحوش الصفائح. تاني سبب ان يكون النخاع ما بيطلعش كميه كفايه، او ما بيصنعش كميه كفايه من الصفائح زي في اللوكيميا والليمفوما، او يكون الجسم بيدمر الصفائح زي في الامراض المناعيه. طيب، في عوامل خطر للموضوع ده؟ طبعا في عوامل خطر للموضوع ده. يعني لما بيكون في طبعا ادويه معينه زي الهيبارين، زي الكونين، زي مضادات الصرع بيعمل الكلام ده. الكحوليات كتير، التعرض لكيماويات زي البنزين، الزرنيخ، السماد، المبيدات الحشريه بيعمل الكلام ده. امراض او كانسر الدم، سرطان الدم زي اللوكيميا والليمفوما، امراض مناعيه زي الثعلبه او التهاب المفاصل المناعي، الحمل، الجراحه، التهابات خطيره. كل الحاجات دي بتزود نسبه انه يحصل الموضوع ده. وطبعا مش كل حاجه بيظهر فيها الموضوع. طيب، ايه التشخيص بيحصل ازاي؟ اول حاجه طبعا ان العيان جاي بيشتكي من حاجات معينه. تاني حاجه غير الشكوى طبعا والاعراض اللي احنا قلنا عليها، ان يكون الدكتور لما سال على التاريخ المرضي بتاعه وبتاع العيله لقى في حاجه تشككه في الموضوع ده. وطبعا بنعمل صوره دم، وبعد صوره الدم بنبتدي نعمل تحاليل معينه تانية على حسب السبب. طيب، هنيجي نتكلم بقى على العلاج، وده اهم حاجه في الموضوع يا جماعه. العلاج نمره 1، دي اهم حاجه. العلاج على حسب السبب. يعني مثلا عشان انا اتسالت طبعا في الموضوع، فهنقول دلوقتي ان مثلا لو السبب امراض مناعيه، يبقى انا المفروض ان انا ادي حاجات تعلي الصفائح، وفي نفس الوقت كمان هبتدي اقلل المناعه، هدي كورتيكوسترويد او كورتيزون عشان ابتدي اهدي المناعه. طيب، والمفروض ان ممكن يحصل نقل دم وصفائح. بس اهم حاجه في الموضوع ده كله ان انا اعالج السبب. لو الحاجه نتيجه ان مثلا في تضخم في الطحال، فالطحال بيحوش الصفائح، يبقى انا هظبط الموضوع ده. وساعات بيبقى الموضوع محتاج جراحه. يا رب الفيديو يعجبكم ويفيدكم. لو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وتعملوا شير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ومبسوط جدا بجد ان انتوا ابتديتوا تسالوا وتبعتوا حاجات اسئله عشان نشرحها. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.